بعد تاني مباراة ودية هنشوف تقييم لاعبين النادي الأهلي، اللعيبة اللي أدت مباراة للتاريخ، لأن لعيبة النادي الأهلي بقت هجومي الأزرق وتهاجم. الحارس ذات نفسه بقى ناقص يطلع بالكورة. اعمل متابعة واشترك في القناة ويلا بينا. يلا بينا يلا بينا. معانا أول واحد هو قائد الفريق محمد الشناوي. محمد الشناوي عمل مباراة حلوة، يعني ما غلطش، وهو ده أهم حاجة في المباراة. فرصة واحدة اللي جات له وتصدى لها بشكل جامد جدا جدا. فهندي لمحمد الشناوي 7 من 10. هنمشي للي بعديه على طول هو مصطفى شوبير. مصطفى شوبير حارس بيلعب برجليه كويس جدا جدا، المفروض ريفيرو يعتمد عليه في البطوله الجايه، لانه حارس فعلا انت محتاج الحارس، لانك انت دلوقتي ريفيرو اللعبه بتاعته ان هو بيدخل الحارس وسط المدافعين، بتلعب بخمسه مدافعين، واللعبه دي اللي كان بيلعب فيها بايرن ميونخ مع مانويل نوير، ان هو بيلعب معاهم برجليه كانه مدافع زيهم، بتبقى تدي زياده عدديه. مصطفى شوبير نزل في اخر الماتش يعتبر ما عملش حاجه، يعني هنديله 6 من 10. نيجي للاعب اللي بعديه وهو زيزو. زيزو بيرفع ارضيه من اي مكان. انت شايف زيزو، اديله الكوره في اي حته زيزو هتلاقيه رفعها، عكس اي لاعب لازم ياخد على الجنب كده على الخط وبعدين يرفع. لا، زيزو اديله اي كوره تلاقيه رافعها على طول في اي مكان. فاحنا هندي لزيزو 8 من 10. نيجي للاعب اللي بعد زيزو وهو تريزيجيه. تريزيجيه لعب ابن النادي فعلا، هو ده تريزيجيه اللي احنا محتاجينه. احنا لما بننتقد تريزيجيه ما بنبقاش منتقدينه علشان احنا مش عايزينه، لا، بننتقد تريزيجيه لان احنا عايزين نشوف تريزيجيه اللي احنا نفسنا فيه، اللي احنا جايبين تريزيجيه، جايبين ابن النادي اللي هيخاف على النادي، اللي احنا محتاجينه، اللي هو اكتر لاعب عنده روح واكتر لاعب عنده روح في المنتخب. فاحنا محتاجين تريزيجيه اللي عنده الروح دي. نيجي للاعب اللي بعد تريزيجيه وهو قطعه الالماظ اللي في النادي الاهلي حاليا، محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان هو حاليا في الاهلي قطعه الماظ احنا بنمتلكها في النادي الاهلي. جبنا لاعب حرفيا غير النادي الاهلي، ما بيتعبش، بيشوط على الجون كتير، بيدافع، بيهاجم، بيعمل كل حاجه. فهندي لبن رمضان 8 من 10. نيجي للاعب اللي بعديه ديانج. ديانج مش عارف بعد كاس العالم للانديه هو كان بيعلم من قيمته التسويقيه ولا ايه، لان ديانج مستواه مش فاهم في ايه في ديانج، لكن احنا واثقين ان ديانج هيرجع لفورمته الحقيقيه، او ممكن يكون بيفكر في الهروب، لكن ديانج مكمل معانا، وان شاء الله ديانج يدينا المستوى اللي احنا مستنيينه منه الدبابه. فديانج يديله 7 من 10 لانه لعب شوط كامل حلو. نيجي للاعب اللي بعد ديانج وهو محمد هاني. انا قلت لكم في فيديو تشكيله الموسم، خش استمعوا تشكيله الموسم هتلاقي ان ديانج او محمد هاني. هتلاقي محمد هاني، انا قلت لكم ريفيرو ممكن يغير محمد هاني وده اللي حصل. هتلاقي محمد هاني بيصنع، هتلاقي محمد هاني بيشوط على الجول نفس كريم فؤاد. انا بقول لك محمد هاني الازرق محتاجه مدرب يعملها بشكل صح، فهو ده اللي حصل مع محمد هاني. فمحمد هاني لعب ماتش حلو وما عملش اي خطا دفاعي ولعب مهاري فعلا، فنديله 8 من 10. نيجي للاعب اللي بعديه وهو المقاتل ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم عمل، انا بحس ان لاعب مش بيعرف يلعب كوره بس بيديك الروح اللي يخليك تلعبه اساسي غصب عنك. يعني لاعب زي ياسر ابراهيم لو كل اللعيبه عندها نفس الروح دي هتلاقي النادي الاهلي بياخد بطولات، اي بطوله بتيجي قدامه. فعشان كده هندي لياسر 8 من 10. نيجي اللاعب واحسن يعني المدافع الحريف وهو بيكهام. بيكهام عندنا مدافع بالمعنى الحرفي، يعني اسم على مسمى، مدافع مهاري بس محتاج ان هو يعني يتعب شويه في التدريب، ان هو مش عارف في حاجه غلط بس مش عارف ايه في بيكهام. فبيكهام محتاج ان هو يتدرب كويس جدا. فبيكهام لو اتدرب كويس جدا ولعب جنب ياسين مرعي هتلاقي النادي الاهلي بيلعب كوره اللي انت محتاجها. فاحنا هندي لبيكهام 7 من 10. نيجي للاعب اللي بعد بيكهام وهو الوافد الجديد للنادي الاهلي هو شكري. محمد شكري عمل مباراه فعلا، شكري بدا يرجع النادي الاهلي مع الوقت، هتلاقي شكري رجع لك بفورمه جامده جدا. فاحنا هندي لشكري 8 من 10. نيجي اللاعب اللي بعديه، اللاعب اللي بعديه اللي هو بيلعب الكرة على الارض انت محتاجها وهو محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه طبعا مش هيبقى مستمر مع النادي الاهلي كتير، يعني مش هيبقى مستمر، مش قصدي يعني هيمشي، لا، مش هيلعب اساسي كتير بعد امام عاشور، لكن قفشه هيبقى بديل ممتاز جدا جدا لامام عاشور في النادي الاهلي. نيجي للاعب اللي بعديه وقفشه هنديله 7.5 من 10. نيجي للاعب اللي بعده هو طاهر لاعب اتحول 180 درجه. هي بتقال 160 بس انا اقول لك 180 درجه لانه اتحول فعلا. طاهر بعد لاعب كان ماشي من النادي الاهلي، كان لاعب بيصاب في اي لقطه، كان لاعب انت شايف الجماهير كلها بتستفز اول ما يلبس الكوره، لكن حاليا طاهر بقى عنصر اساسي في النادي الاهلي دفاعيا وهجوميا وجناح فعلا حلو جدا. فعمل صنع كوره الماتش اللي فات ده،
فهندي لطاهر 8 من 10. نيجي لحسين الشحات ولسه الانانيه ماسكه في حسين الشحات، جاي له كره من نص الملعب بيشوطها، الماتش ودي، لكن حسين الشحات بتلاقي الانانيه كتيره معاه، ما بيوصيش كتير زي بقيه اللعيبه. حسين الشحات انا مش عارف في ايه في حسين الشحات، بس حسين الشحات هنديله 6 من 10. نيجي للاعب اللي بعديه وهو كوكا لاعب جاي له عرض من الدوري التركي، كوكا جاي له عرض من الدوري التركي تقريبا نادي قاسم باشا، جاي له عرض. فانا شايف ان كوكا ما يطلعش من النادي الاهلي، لان انت مش هتطلع جميع اللعيبه. كوكا لاعب جوكر بيفيدك ان هو يلعب باك ليفت وبيلعب ديفندر وبيلعب خط نص، فلاعب فعلا لسه صغير فهيديك كتير، فانت ما تمشيش كوكا دلوقتي لانك انت هتحتاجه. نيجي للاعب اللي بعد كوكا وهو محمد شريف رجع لنا نسخه محمد شريف اللي احنا عايزينها، نسخه محمد شريف اللي هو بيعافر عشان يجيب جون، بيعافر عشان يعمل اي حاجه للنادي الاهلي. ايوه لسه جاي جديد واختلاف الاجواء، لكن محمد شريف رجع للنادي الاهلي بجداره فعلا. الماتش اللي فات سجل هدفين والماتش ده سجل هدف مع انه نازل في الشوط الثاني، بس محمد شريف رجع لنا بفورمه احنا كنا محتاجينها، لانه تحس ان هو كان مستريح في الدوري السعودي فجاي لنا جعان كوره. احنا محتاجين اي لاعب جعان كوره، احنا محتاجينه في النادي الاهلي. هنيجي للاعب اللي بعد محمد شريف وهو عمر كمال بعد ما كان خارج النادي الاهلي بقى دلوقتي عمر كمال عنصر اساسي في خطه ريبيرو، ان هو مش لاقي لاعب مكانه في الدوري المصري كله زيه، لاقي ان عمر كمال احسن، فريبيرو هيخلي عمر كمال معاه وهيكون ليه ادوار كتيره جدا جدا عمر كمال في الدوري او في دوري ابطال افريقيا. نيجي للاعب فعمر كمال هياخد 7.5 من 10. نيجي لداري حس ان احنا اتضحك علينا في اشرف داري تحس ان هو اي كره طوليه بس هو بيصدى ليها، لكن مش عارف ايه الغلط اللي عنده. يعني اللاعب لا بيقطع ولا بيبني معاك هجمه ولا بيعمل اي حاجه. انا شايف ان اشرف داري احنا نطلعه ونستفاد بمكان لاعب اجنبي، لان اشرف داري عندك لاعيبه مصريه احسن منه، يعني عندك ياسين مرعي احسن منه، ياسر ابراهيم احسن منه، عندك مدافعين احسن من اشرف داري، فهو واخد مكان لاعب اجنبي على الفاضي. فاشرف داري هنديله 6 من 10. نيجي لاحمد رضا مش عارف هو ما بيديش قدام ليه، يعني كل لعبه راقد ورا، المفروض انت تدي قدام وترجع زي مثلا بن رمضان زي ديانج، لكن هو لعبه كله ثابت كديفندر بس. المفروض اشرف داري يتحرك ما يفضلش ثابت في مكانه. نيجي للاعب احمد رضا هنديله 6.5 من 10. نيجي للاعب اللي بعديه واللاعب اللي بيلعب كوره حلوه، تحس ان انت كده معاك لاعب شاب، تحس ان انت معاك لاعب بيلعب كرة حلوه فعلا، يعني تشوف عنده ثقه في نفسه، نفس الثقه اللي كانت عند عبد المنعم. ولو بصيت في تشكيله الموسم هتلاقينا حاطه، وبقول لك ده اللاعب اللي احنا محتاجينه، لاعب بيلعب بشماله وبيلعب برجليه الكوره كويس جدا جدا، وهنديله 8 من 10. نيجي لكريم فؤاد والروح اللي رجعت له، انا كنت بقول لك لاعب عنده روح جامده جدا جدا، لو رجع اساسي هيبقى اساسي، لو رجع هيبقى اساسي على محمد هاني. كريم فؤاد الاصابه اللي جات له، لكن مش رباط صليب، اي حد يقول لك الاصابه اللي جات له في ماتش امبارح مش رباط صليب ابدا، لكن كريم فؤاد رجع له الروح فعلا، فهنديله 8 من 10. نيجي لبن شرقي لاعب تحس ان هو تقيل شويه، محتاج ان هو السرعه تزيد عنده شويه وهيبقى لاعب كويس جدا، هندي لاشرف بن شرقي 7 من 10. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناه واستنى الحلقه الجايه هتكون عن تشكيله بيراميدز اللي هتبدا بها الموسم ابطال افريقيا، اعمل لهم حلقه مخصوص وهنشوف التشكيله الاساسيه هتبقى عامله ازاي، وهل يقدروا ينافسوا الزمالك والاهلي ولا بيراميدز ممكن تنخفض وتلاقي الزمالك طلع الثاني او الاول، وتلاقي هيكون منافسه شرسه. فانا هعمل لك لهم حلقه، ما تنساش المتابعه واشترك في القناه واللايك. السلام عليكم.